انا عندي 45 سنه، عانيت من نوبتين انفصام ذهاني قبل كده. اتخطبت من حوالي سنه، كنت بحب خطيبي جدا وهو كان عارف موضوع مرضي، بس انفصلنا نتيجه تحكماته وزعله اتضايق بالايام والشهور، وانا ما استحملتش الطريقه دي وخفت على نفسي لا اتعب وادخل في نوبه ثالثه نتيجه الحزن. كمان اهلي اقنعوني انه مش مناسب ليا فاديته الشبكه. انا فرصي في الارتباط قلت اكتر بسبب موضوع المرض. مين يقبل يتجوز واحده اتجننت قبل كده؟ وحتى خطيبي ده كل اللي حواليا شايفين انه قبل بيا عشان طمعان في اهلي، لان هو على قد حاله جدا، خصوصا ان هو عنده شقته بس مش هنسكن فيها، كنا هنسكن في شقتي انا. فهو بالنسبه له جوازه مقشره وهو 56 سنه وبرده ما عرفش يكون مستقبله على مدار سنين عمره. في محاولات دلوقتي ان احنا نرجع لبعض، اهلي اللي بيسعوا فيها، بس هو رافض الصلح وانا مش عارفه ارجعه ولا لا. انا خايفه من تحكماته وزعله يدخلوني في نوبه انفصام ثالثه، وخايفه اتجوزه لا ياخد فلوسي ويرميني في مستشفى العباسيه، لانه اكيد مش هيعالجني في مستشفى خاص، وخصوصا ان انا دلوقتي كويسه مش بعاني من اي حاجه. انا بس عايشه على حقنه باخدها مره كل شهر زي مريض السكر بالظبط، ما اقدرش استغنى عنها طول عمري وما اقدرش ابطلها، بس هي دي كل العلاج اللي انا باخده. فانا دلوقتي شخص طبيعي جدا ما عندوش اي مشاكل، واصلا النوبتين اللي اتعرضت لهم كانوا نوبات بسيطه والمده قصيره، مره شهر ونص ومره شهرين، ودرجه الانفصام عندي بسيطه. اهلي كانوا بيعملوا محاولات ان هم يرجعونا لبعض تاني علشان ما اعيش لوحدي، بس انا خايفه منه، انا خايفه من الشخص ده، خايفه من تجاهله لمشاعري واحساسي، واني بالنسبه له زوجه وبس. عندي احساس انه مش بيحبني، اصل مفيش حد بيحب حد ويسيبه يزعل بالشهور. انا مش عارفه احاول اراضيه واصالحه واكمل الجواز عشان ما بقاش لوحدي ولا افضل لوحدي احسن. دي كانت رساله وقعدت اتكلم مع صاحبتها فتره ايام واحنا بنحكي في الموضوع، ورايي كان واضح بالنسبه للموضوع ده، ولكن جد في الامور شيء جديد قبل ما اسجل الحلقه على طول. هقوله لكم في الاخر. اهم واول حاجه قلتها لها انها ما ينفعش ترتبط بالانسان ده، ما ينفعش ارتبط بانسان انا خايفه منه. الوحده افضل بكتير من انك تعيش مع شخص انت مش مأمن له، وان واضح ان بالنسبه له الجوازه هي جوازه والسلام، لانه لو بيحبها بجد وعنده مشاعر ليها بجد مش هيتعامل معاها بالطريقه دي ولا هيكون سبب ضغط ليها. وطبعا اللي ما بيحبش ممكن يعمل اي حاجه، يعني اللي يروح يتجوز واحده وهو ما بيحبهاش طبعا ساعه الجد هيغلب مصلحته على مصلحتها هي. ما ينفعش اعيش مع انسان خايفه لا ياخد فلوسي ويرميني في مستشفى. اكتر شيء اذاني في الرساله دي انها متكرره باختلاف التفاصيل. انا بيجيلي رسائل كتير لسيدات تخطوا العمر ال40 وكل الجوازات اللي بتعرض عليهم بتبقى بنفس الشكل، ما فيهاش مشاعر، مجرد جواز لاجل الجواز ذات نفسه وعشان الانسان ما يبقاش لوحده وخلاص. لكن انا رايي الدائم في كل حاله من الحالات اللي بتجيلي انك اوعي تتجوزوا لمجرد الجواز وخلاص، وخصوصا لما تكون بتعاني من حاله مرضيه ما. لازم الشخص اللي تختاره يكون متفهم لحالتك وما يكونش مصدر ضغط اضافي عليك. ايه الهدف ان اتجوز حد وبدل ما اعيش لوحدي فالحد ده ينغص عليا حياتي، ابقى عايش مع حد بس بينكد عليا وبيضايقني ووجوده مؤثر سلبا على صحتي النفسيه؟ يبقى ايه الهدف؟ وهرجع اقول مثل ستي وستك، قعده الخزانه ولا جوازه الندامه. وهي يا عيني كانت متحيره جدا ما بين القرار انها تعيش لوحدها ولا اقبل بيه وخلاص عشان ما اعيش لوحدي، لدرجه انها كانت هتتغاضى عن كل ده وكمان عايزه تراضيه علشان يرجعوا يكملوا الجوازه. انا في العموم حاسه ان احنا وصلنا مجتمعيا وانسانيا لوضع سيء جدا، ان بقى الجواز عندنا بيقوم على حاجات كتير قوي غير المفروض يقوم عليها، لدرجه ان لما سيده يبقى عندها حاجه 40 سنه وجميله وشيك وبنت ناس تحس ان كل فرص جوازها في ايد المستغلين. وكتير من الرجاله في عمر ال40 وفي ال50 ولسه بيدوروا على عروسه وما وفقهمش الحظ، او مطلقين او ارامل او غيره، حتى وهو بيتجوز عايز يتجوز بعقليه واحد عنده 20 سنه وعنده مواصفات كده هلاميه غريبه مريبه في العروسه اللي هيتجوزها. هو احنا امتى هنختار بالعقل والقلب؟ احنا بقينا دلوقتي الناس بتختار بمواصفات تانية غريبة، يا الشكل يا المصلحة، او يا شكلك عاجبني يا فلوسك عاجباني، محدش بيختار تبعا للقلب ولا العقل. عشان كده نسب الطلاق بتزيد، عشان كده في ستات بتقعد لل30 وال40 سنة و50 ما بيتجوزوش، لان كل المتاح قدامهم مش قد كده. وخصوصا بقى الرجالة اللي بالعقلية دي، اني ما اخدش واحدة عدت مثلا ال40، واحدة كانت ارملة، واحدة مطلقة. الرجالة دول يعني مش عارفة اقول فيهم ايه، يعني في كومنت وقح منتشر على الصفحات، شفته على الصفحه عندي لما بشوفه عندي حد كاتبه بمسحه واللي كاتبه بعمله بلوك. بس طبعا انا مش بقدر اسيطر على كل الكومنتات. في كومنت منتشر وقح بغيض زي اللي كاتبه انه ما تتجوزش العوانس والمطلقات والارامل ومش عارفه ايه، وخصوصا المطلقات عشان دول خرابات بيوت، علشان دول مش عارفه ايه، انت تاخد واحد. كلام ما يطلعش غير من حد عنده مشاكل نفسيه ما اتعالجتش، وتيجي انتوا ترفضوا اللي بيتعالجوا. يا جدعان، المريض النفسي اللي بيتعالج هو شخص واعي، اللي عنده مشاكل نفسيه وبيعالجها في وسط ضغوطات الحياه دي هو شخص واعي وعارف مشكلته. الرق على اللي ما بيتعالجوش هم دول اللي هيطلعوا ايماناتكم. انا اثق في شخص بيروح لطبيب نفسي اكتر 100 مره من شخص ما بيروحش، وانا شايف انه مش مظبوط.
او اللي بيكتبوا الكومنتات دول المفروض يتعالجوا او ننبذهم مجتمعيا. معامله الست على انها شيء طالما عدى سن ال40 لازم يدفع لنا فلوس عشان نقبل بيه، ده شيء حقير، واللي بيفكر كده احقر. الحمد لله بقى اني اثناء واحنا بنتكلم انا وهي وقبل ما اسجل الفيديو ده على طول بعتت قالت لي في حاجه حصلت، حد من اقاربها هي بتثق فيه جدا كلم والدها وكلمها وقال لها ما تقبليش بالجوازه دي ابدا وده ما يستاهلكيش، واقنعها بده وهي بتقتنع بكلامه، فهي مش هتحاول ترجع له. لكن انا وهي حبينا ان الرساله دي تنزل والناس تسمعها. احنا والله رايحين في حته وحشه، احنا رايحين في داهيه. انتوا تقعدوا تقولوا الغرب الغرب والعلاقات في الغرب والجواز في الغرب، احنا اسوأ 1000 مره من الغرب. احنا علاقاتنا كلها نفاق وكذب ومبنيه على اسس زي الزفت. في النهايه الست اللي عدت 40 سنه واللي عدت 50 سنه وما ارتبطتش، هي ما ارتبطتش عشان مش لاقي حد يرضى بيها، هي ما ارتبطتش عشان مش لاقي حد هي ترضى بيه او يشوفها كبني ادمه بشكل معين، بشكل انساني، بشكل محترم، حد يشوفها بعينه وبقلبه، مش عشان هي عانس ولا بايره ولا الكلام الفارغ والفاضي المنحط ده اللي ما يصدرش غير من ناس اقل ما يتقال عنها ان دماغهم مش في مكانها الطبيعي. في النهايه اتمنى لكل سيده عدت 30 ولا 40 ولا 50 اقول لها عيشي حياتك، افرحي واتبسطي واعرفي تعيشي حياتك ازاي. مش الراجل اللي هيجيب لك السعاده، انت تقدري تجيبي السعاده لحياتك. طالما مفيش راجل مناسب يبقى بالها احسن. كانت معكم فيبي انور سيناريستيه، ويومكم سعيد.